انا عندي سؤال للكابتن احمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق ولاعب الاهلي الحالي. سؤال على السريع والله. في ايه بينك وبين ربنا؟ ايه يا ابني كمية السلكان دي؟ اما جوز اندية يقعدوا يحسبوا لها ازاي يبطلوك كورة، ازاي عرقلوا انتقالك للنادي الاهلي، ازاي عرقلوا سفرك لامريكا واللعب في كاس العالم للاندية، ويقعدوا يخططوا، وكل نادي فيهم ياخد قلم محترم. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش المتابعه واللايك والشير عشان الفيديوهات بتاعتنا توصل لكل الناس. القلم الاولاني خده نادي الزمالك ناديك السابق، بان هو بعد ما قعد يخطط ويرتب وعمل لك نهائي الكاس يوم 5/6 بدل يوم 20، ربك من فوق يخلي الفيفا تفتح القيد لحد يوم 10 للانديه المشاركه في كاس العالم للانديه. ايه يا ابني السلكان ده يا ابني؟ ايه السلكان اللي بينك يا ابني وبين ربنا ده؟ القلم التاني بقى والاجمد بقى، اللي فكر يوجب مع الزمالك ويعمل معاه توأمة ويبطلك كورة، يحصل معاه ايه؟ عنده ماتش سيراميكا اخر مباراة في الدوري يوم 28، ملهاش مكان تترحل فيه، لازم تتلعب. محتاجة لائحة من اول الموسم عشان تترحل المباراة دي، ما ينفعش تتلعب. وعنده نهائي افريقيا يوم 1، نهائي افريقيا يوم 1، العودة مع سان داونز. افريقيا ما بتأجلش. وعنده الكارثة اللي هو ورط نفسه فيها، نهائي الكاس يوم 5/6، اللي هو عشان يبطلك كورة اختار الميعاد ده. يقوم ربك يخليه مطالب غصب عنه ما يقدرش يطلب تأجيل ولا مباراة فيهم، ولا بتاعة الدوري ولا بتاعة نهائي الكاس ولا نهائي افريقيا بالتبع. ربك يخليه هيلعب الثلاث نهائيات في 7 ايام. عرفت يا ابني كمية السلكان اللي بينك وبين ربنا؟ ده سؤالي الوحيد ليك يا زيزو، ايه يا ابني السلكان ده؟